بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم مطبخ منى النوار. ان شاء الله النهارده هنقدم ام علي، اكله مصريه مشهورين بيها عندنا في مصر. حاجه حلوه بتتعمل في وقت قصير وبسيط، مش مكلفه، وممكن تتعمل بكذا نوع، يعني كذا نوع يتعمل بيها. ان شاء الله تكون سهله وبسيطه. والنهارده هنقول نعملها بحاجتين، مكونين مختلفين فاللي موجود عندنا. مكوناتها عندنا، انا عندي ملفيه جاهز، وعندي كرواسون. اللي ما عندهوش الملفيه جاهز ممكن الكرواسون. الملفيه ده مش غالي خالص، يعني بتشاري من اي فرن بتاع مخبوزات. عندنا لبن، هو بتاخد بس لبن كتير، سكر حسب الرغبة، مكسرات، زبيب، بشر، اللي يحب يحط مكسرات زي ما هو عايز. ومعانا فلانية. بنجهز الطواجن اللي هنحط فيها. ممكن برام فخار، ممكن لكل فرد برام لوحده، ممكن طاجن كبير، ممكن بايركسي، ممكن صينية حر، اي شيء انت عايز تحط فيه. مش هنختلف على بيتحط فيه. ده ملفي جاهز، مش غالي جدا يا جماعة. دول ديسكين ملفيه عاملين 8 جنيه. يعني انا كنت جايبة 4 ديسك حوالي نص كيلو ب16 جنيه. عملت منه مرة قبل كده، ودي المرة التانية. فهو مش مكلف. يعني تخيلوا انتوا بنشتروا ام علي من بره، بتاكلوها في كافيه او في اي مطعم، او بتشتري من بره بكام؟ ده 8 جنيه. دول ممكن يعملوا لنا مثلا، لو هتفضيهم كل واحدة في جولة لوحدهم، يعني برام صغير او طاجن صغير لكل فرد لوحده، هيعمل لنا 8 أو 10 يعني. فمش مكلف خالص. انا حطيت هنا، كسرت الديسك الملفيه. هو جاب جاهز، يعني ممكن نعمل منه كيك بتاع الملفيه، او ممكن نعمل منه ام علي. احنا نكسره ونحطه في البرام، ونحط معاه الزبيب والبشر. اللي يحب يحط مكسرات، يعني جزء، قولوا معايا، بندق او عند الجمل او لوز معاهم. بس انا بفضل بعد دخولها الفرن عشان المكسرات ما ترطبش. هو يفضل البشر والزبيب. نحط الكمية اللي احنا عايزينها في البرام، بحيث نسيب مساحة ان هو هيشرب لبن وهيزيد. انا بقول بقى اللي مش موجود عنده الملفيه، احنا ممكن نجيب كرواسون من اللي هو الجاهز اللي في الفرن، كمان هيبقى احسن، او اللي بيتباع في المحلات عادي، ونقطعها ونشيل منها الجزء اللي فيه الشوكولاتة. انا شلت الجزء اللي فيه الشوكولاته وعملته. وعلى فكره بعد ما استوى وطاب الاتنين، لما دقناهم الاتنين مفيش فرق خالص بينهم. الاتنين طعمهم، لان هي كده كده الاتنين معمولين العجينه بتاعتهم بزبده. فهي سهله وبسيطه، ومكون ممكن، والشتا طبعا داخل. فهي حاجه مغذيه وكمان حلوه للولاد، ان هي كله لبن، بلبن صافي يعني. نحط برضو معاهم الزبيب والبشر، ونسيب مساحه ان الحاجات دي هتشرب من اللبن وتزيد وتنفش، فهنديها وقتها. ايه اللي خلاها لنا الشروط عشان تنجح ام علي تبقى زي ما بنجيبها من بره بالظبط؟ احنا هنا بنعملها في البيت، فبتحطوا على طول اللبن وتدخليها الفرن. لا، احنا هنشربها على مرتين. انا هنا اللبن معايا رتل ونص، لان انا عامله طاجنين كبار دول والبرام الصغير. فهم خد يا دوبك الرتل ونص، كيلو ونص لبن حليب. حطيت معاهم الفانيليا، وكل كوباية لبن، دول حوالي 6 كوبايات لبن. لكل كوباية أنا حاطة معلقة. فالسكر ده حسب الرغبة، يعني لو انت عايزة تحلوا أكتر ممكن تحلي اللبن وتدوقيه. عايزة تزودي، عايزة تقللي، ده حسب الرغبة. ندوبهم اللبن سخن على فكرة، أدوبهم. وده لبن جاموسي كامل الدسم. كل ما كان اللبن كامل الدسم هيديكي طعم أفضل وقوام يعني غني افضل. فهي في الفتره دي محببه ام علي، وتتاكل سخنه كمان في الشتاء. بس ليه احنا لسه الجو كويس، ممكن نسيبها لما تبرد تبقى طعمها افضل. ايه اللي يخليها لنا حلوه بقى وما تنشفش مننا وتبقى عامله زي فتة العيش بلبن؟ احنا هنشرب 3/4 اللبن. يعني احنا هنحط عليها اللبن. احنا كده جهزنا الطواجن، احنا بأي كمية بقى. عايزة لكل فرد واحد لوحده، عايزة تعملي واحد كبير ونبقى نقدم بعد كده. انا بنزل اللبن سخن بعد ما حليته على كل برام انا جهزته، واسيبه 10 دقايق او ربع ساعة لحد ما اتأكد ان هو شرب كفايته. يعني بالظبط هو هيشرب على قد ما ياخد لبن، وبعد كده خلاص مهما تحطي تاني مش هيشرب. عشان بعد ما تدخليها الفرن وتطلعيها وتسيبيها تبرد، يبقى فيها السائل، ما تبقاش ناشفة كده، يعني ايه، عاملة زي الكيك. لا، احنا عايزينها برضو يبقى فيها سوائل اللبن. فانا بشرب كل ما بتاخد معايا ازود. فكمية اللبن دي هترجع لحسب الكمية اللي انتي عاملاها. اعملها، اعبي اللبن. ايه ممكن، ايه اختيارات تانية غير الملفي او الكرواسون؟ لو عندنا جلاش، نحمره، نكسره كده وندهنه بالزبدة ونحمره في الفرن،
ونعمله بنفس الطريقة. ايه كمان؟ الرقاق بتاع العيد ده حل تاني برضو. الرقاق بتاع العيد ادهنه بزبدة وادخله تحت الشواية يتحمص ياخد لون بسيط بس، واكسره واعمله بنفس الطريقة. فعندنا كل اختيارات. وكمان الحلو جدا الفطير اللي بيتجاب من الفرن. بصوا هنا انا سبتها 10 دقايق فلقيته شرب، فانا اكد لكم. بصوا هي شربت، اللي كان عليها لفوق شربت، فهنتاكد ان فيها سوائل بسيطه، بس احنا كده محتاجين سائل تاني. انا كنت لسه ما خلصتش اللبن كله، كان لسه فاضل معايا كوبايه، هزود تاني. هنا بصوا بقى الكرواسون ما شربش كتير، ان الكرواسون هش عن الملفيه. انا عندي هنا قشطه اللي هي وش اللبن، هحطها بس بعد ما ازود اللبن. بقول الفطير بتاع الفرن يا جماعه اللي احنا بنشتريه، ممكن تحطيه ده برضو، تقطعيه وتعملي بيه برضو ام علي. ده حل الفطير اللي هو بيتشري جاهز الحلو، مش الفطير المشلتت، الفطير اللي هو زي المشلتت بس الصغير بتاع الفرن. مش مكلف خالص، تقريبا الفطيرة ب5 جنيه، ممكن تجيبيها تعملك برامة حلوة. نفس الحكاية ممكن تحطها في الفرن تحمصيها شوية، بعد كده تقطعها وتعملي نفس الطريقة بالظبط. يبقى عندنا هنا الرقاق، الجلاش، الرقاق بتاع العيد، الملفي، الكرواسون، أي طريقة منهم تقدري تحطي بيها. تنسوش اللايك ولو سمحتوا والشير للفيديو. اللي أول مرة يسمعني أكون سعيدة لو اشترك في القناة. انا هنا عندي القشطه بتاعت وش اللبن. انا عندي اللبن كان جاموسي ودسم، شلت الوش بتاعه احطه على الوش عشان يحمر لي الوش، بس يعني يدينا طعمه عشان يساعدنا على اللون الاحمر اللي احنا شفناه في اول الفيديو ده. ولازم معلقه سمنه بلدي كده على الوش. طبعا دي حسب الرغبة، بس يعني أرجو الناس اللي عاملة دايت تبتعد بقى، لأنه كله قشطة وسكريات ودسم. الملفيه والكرواسون معمولين بزبدة، فما نكترش يعني، أو مرضى السكر فما يكتروش. فأنا هنا عندي سمنة بلدي بحط على الوش، برضو الطاجن الكبير بحط معلقتين كده، بوزعهم بس مع القشطة. هو ده اللي هيساعد الوش عندنا يحمر. أنا ما حطيتش ليه كريم شانتيه، يعني اللي مش عايز يحط سمنة بلدي ممكن يزود معلقتين كريم شانتيه باودر مع الخليط مع اللبن وهو بيقلبه. بس انا شايفاه ان هو مش هيضيف حاجه يعني، لان اللبن كويس جاموسي. انا حاطه قشطه من البيت، فيبقى كل حاجه موجوده في البيت ومش مكلف. تخيلوا ما شاء الله الكميه دي كلها ما كلفتناش غير تمن اللبن بس. والملفي زي ما قلت لكم الديسكين دول بحوالي 8 جنيه. واحده الكرواسون تقريبا مش عارفه ب2 او ب3 جنيه. عملنا ما شاء الله الكميه ديت تكفي أسرة يعني. أنا كده حضرتهم وخلاص. هو كده كمية اللبن بزيادة، دخلتهم الفرن ربع ساعة بالظبط عم ادوني اللون ده. كده هي خدت وش، بس لان احنا مش محتاجه يغلي، بس انا كنت مسخنه الفرن وخليته ربع ساعه والشوايه شغاله. فاداني ده اللي فيه الكرواسون البرام الصغير، البرام ده يكفي فرد. الطاجن الكبير ده يكفي حوالي 4 أو 5 أفراد، والتاني يكفي 2. فما شاء الله جميل. فهنا بقى بعد ما طلعناه وبردت شويه، اللي يحب يزود المكسرات، يعني انا بفضل ان المكسرات يعني سوداني، فستق، بندق، عين جمل، اي نوع من المكسرات حطوها بعد ما تخرج، بلاش نحطها جواها، مش مستحب يعني، وزي ما تفضلوا. فانا بحب احط المكسرات بعد ما اطلعها وتستنى تبرد شويه وتتاكل، او في الشتاء طبعا بناكلها بالف هنا وشفا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى شير ولايك واضغطوا لنا كده على الجرس لأول مرة يشترك معانا وأول مرة يشوفني. إن شاء الله تكون طريقة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله هكتب المقادير في صندوق الوصف بالظبط، الكمية كمية اللبن والسكر وكل المقادير بالظبط، كل وصفاتنا إن شاء الله. بصوا هي كده وهي سخنة، اللي شفت لسه السائل فيها جواها ازاي. طعمها تحفة بس سخنة جدا. برضو اللي فيها الكرواسون نفسها بالظبط مش هتفرق حاجة، محدش هياخد باله. مفيش فرق بينهم خالص حتى في الطعم والله. الاتنين حلو يعني، المتاح عندنا والموجود عندنا نعرف نعمل منه حاجة حلوة ان شاء الله، تكون سهلة وبسيطة. شكرا لاستماعكم وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم.